دوسوا دوسوا. عاش عاش بجد الفرقه، مش عايز اقول كلها بس الفرقه، عارف انت روح فانيله النادي الاهلي رجعت، الحماس، ناكل النجيله، فاهمين بعض، في تجانس، في هات وخد، في تكتيك، في لمسات حلوه، بقينا بنعرف باصي. يعني ما اعرفش سبحان الله، يعني مع كولر ما كانش لعيبه بتعرف تباصي اصلا ولا سالم مستلم. بدأ المستوى بتاع لعيبه الاهلي بقى بتعرف تباصي. بس عندي تعليق على حاجه، اول 6 دقايق لعيبه الاهلي ما كانتش موجوده خالص. الجون اللي دخل فينا بتاع صلاح محسن ده، الجون ده يا جماعه يعني الكره دي اتلعبت 3 مرات والدفاع ما كانش واخد باله. لسه تعليق كتير قوي على الدفاع بس بعدين يعني تمام. ف3 مرات اتلعبت 3 مرات، فطبيعي ناخد بالنا بقى. فالثالثه ثابته جون، فصلاح محسن جاب جون. وبعد كده بقى ايه، لقيت بقى ايه، عارف انت بقى ايه السيناريو كده، حزن كده عمال يجي جو عندي وانا قاعد ساكت ما بتكلمش، مش فاهم في ايه يا جماعه، في ايه؟ والمصري بيلعب حلو كمان في اول 6 دقايق، فما اعرفش في ايه. ولا الفيديو جاي على الكاميرا، جاي على المخرج جايب انيس بوجلبان، وبعد كده المخرج جايب صلاح محسن. فايه يا جماعه، هو الماتش هيهرب مننا ولا ايه؟ ولكن من بعد الدقيقه السادسه وبالاخص بعد خروج رامي ربيعه مصابا، اللعب بقى سهل جدا. هل ده معنى كلامي عشان انا ما بحبش رامي ربيعه وما بحبش الشناوي، عشان نكون بس نكون واضحين؟ هل معنى كلامي ان رامي ربيعه لما خرج يعني ما تفهمش، ما تحس اللعب بقى سهل، تحس ان الدنيا اتحولت؟ هتقول لي يا ابني ده تغيير في الدفاع، اقول لك والله ما عارف، انا ده احساسي، انا بقول لك احساسي بس. لكن فعلا اللعب من بعد الدقيقه السادسه ومن بعد خروج رامي ربيعه، انا حسيت ان الماتش اتغير خالص كله، زي ما تكون الفرقه جت بالاتوبيس ولسه نازلين دلوقتي حالا بيلعبوا. المثلث المرعب اللي ما بين وسام وامام عاشور وبن شرقي، ده مثلث انا قاعد يعني يعني ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، تجانس، باصات بيبصوا لبعض، حركات تحركات قصدي، سليمه، باصات سليمه، كل حاجه كويسه. اللعيبه بسم الله ما شاء الله الثلاثه دول بالذات يعني كانوا مكيفيني قوي. كنت انا قاعد عمال اقول ان شاء الله التعادل جاي، التعادل جاي، ويجي التعادل عن طريق مين بقى؟ عن طريق امام عاشور. امام عاشور الفتره اللي فاتت كلها كان بيرقص كتير، ودايما الكوره كانت تحت رجله كتير، هو بيحب الكوره تكون تحت رجله كتير عشان عايز يوصل لهداف الدوري. والنهارده بفضل الله جاب جونين، فبالتالي بقى هداف الدوري برصيد 12 هدف، وهو الوحيد دلوقتي متصدر في هداف الدوري المصري. وكمان عمل ارقام خزعبليه كان قالها معلق المباراه ايمن الكاشف مع النادي الاهلي من ساعه ما جه لبس في نادي الاهلي. امام عاشور يا جماعه بجد من افضل لاعبي النادي الاهلي، الا بس يعني يقل من حته البساط دي. في الماتش ده بالاخص كان لازم نفوزه. الماتش ده كلنا قلقانين، ايقاف جمهور النادي الاهلي مش هيحضر المباراه، هنلاعب المصري، الماتش ده هيتلعب قبل ماتش البيراميدز، هيتلعب بكره ان شاء الله يوم الجمعه. فعايزين ايه؟ نتصدر الدوري بقى، وتعالى لنا بقى ايه، نحط الضغط والدبدبه ورا بيراميدز. انا عمال ادب وراك فبدوس على الوش بقى، يلا دوس. فعشان كده الماتش ده كان مهم جدا. بلس كمان ان انت بتلعب المصري فريق بيجي يلعب قدام الاهلي بحرقه وبحمقى وبتركيز اعلى من كل مره ما يجي يلعب في اي ماتش تاني. فالماتش كان صعب نفسيا قوي، والحمد لله يعني من بعد برضو الدقيقه السادسه الدنيا بدات تكون ستيبل، وتحس ان انت بتلعب فريق مش الفريق المصري، تحس ان انت بتلعب فريق ايه عادي، يعني تعرف ان انت ايه تحت التملك او تحت الايه السيطره عليه. طيب الجون التاني يا جماعه بتاع وسام، انا عملت فيديو لوحده له يعني. انا بهدي ان الجون التاني بتاع وسام اللي اتلغى ده، انا بهديه لكل حد بيتكلم بيقول لك ان النادي الاهلي نادي الدوله، والنادي الاهلي بيتساعد بالتحكيم المصري. انا عايز اشوف يعني تعليق من اي واحد زملكاوي ان الكره دي، لو قال لي ان الكره دي جون، الكره دي مش جون، انت بتفهمش كوره. عشان بس تكونوا منطقيين وواضحين، الكرة يا جماعة جون جون جون، والفوار بيفضح نفسه وبيفضح وبيعري التحكيم المصري اكتر لما جاب الحكم وقال له تعالى اتفرج على الكرة ما فيهاش حاجة، الكرة ما فيهاش حاجة. اصل هو لعب المدافع المصري لعب الكرة بأريحية، اصل وسام ضغط عليه، مفيش يا باشا الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. فانا بعتبر الجون ده فضيحة، وربنا ما بيرضاش بالظلم. ربنا تاني بعديها بدقيقة على طول طاهر جاب جون. وطاهر بقى، طاهر ده في حته تانية لوحده يا جماعه. طاهر عارف انت ايه؟ المافيا، فيلم المافيا لما كان
مصطفى شعبان. انا طول الموسم بعد اسقف كده لطاهر، والله يا ابني يا طاهر من بعد اللقطه بتاعتك وانت كنت بتعيط وامام عاشور كان بيبوس راسك، انت راجع من بعيد قوي وتستحق الشابوه ليك. اقسم بالله طاهر بجد من اكتر النسخ اللي طاهر لعبها من اول ما قال كره قدم لغايه دلوقتي، مش اول ما راح الاهلي، ده من اول قال كره قدم. فطاهر بالذات ليه تحيه عندي خاصه، انا كل لعيبه الاهلي عندي ليهم تحيه خاصه. من اول هعدي خط الوسط، من اول هعدي خط الدفاع، من اول خط الوسط لحد خط الهجوم. احنا معانا يا جماعه خط وسط وخط هجوم، معانا سكواد تقيل جدا جدا. ده حتى واحنا النتيجه كانت 4-1 المنظر كده، وهو عماد النحاس كان بيعمل تغيير، فكان بيعمل تغييره، فالمشهد جه كده 3 لعيبه نازله تقال اصلا غير ال3 لعيبه الموجوده. فده احنا تقال قوي، ده غير الناس اللي هتيجي كمان في كاس العالم للانديه قبل كاس العالم للانديه. فاحنا تقال قوي كسكواد في خط الدفاع، خط الوسط وخط الهجوم. لكن خط الدفاع عندي تعليق على الهدف الاول اللي دخل فينا والهدف الثاني. الهدف الاول تعليق قلته في اول الفيديو، الهدف الثاني فيه ايه؟ مالكم يا جماعه تاهين ليه؟ مالكم؟ يعني لو النتيجه كانت خلصت 4-1 طب حلو قوي قوي، وانت بتلعب المصري كمان، ده موضوع مختلف. ففي ايه مالكم؟ فانت ما تفهمش يعني في سهو كده بيحصل. اللي كنت لسه بقول ايه، ده رامي ربيعه طلع والخط الدفاع بقى حلو كده، وياسر ابراهيم ومصطفى العش الدنيا تمام، دخل فيهم جون. ايه يا جماعه في ايه؟ بعدين بقى ايه الشناوي بقى؟ استفاد بطولك يا اخي، انت اطول واحد في حياتنا، يعني انت اطول من حياتي شخصيا. استفاد بطولك ده ما عرفش اتخض زي ما ايمن الكاشف قال، ودي كلمه يعني انا عايز اعتبرها انها مهينه للشناوي اكتر ما هي كلمه عاديه تتقال من معلق الكوره. الصراحه انا موافق وقالها بصراحه ان انا بصوا الشناوي رامي ربيعه مش ما علينا. اعتقد كل الكلام ان انا كاتبه هنا اتقال، فالحمد لله قوي قوي قوي. هلا بالخميس ونتيجه ممتازه 4-2 يا جماعه، نتيجه تقيله جدا على النادي المصري. بلس كمان انت مش واخد بالك ان اخر 3 مباريات اللي هم مع عماد النحاس من غير كولر احنا جايبين 4-5-3، يعني كده احنا داخلين في 12 هدف في 3 مباريات. دي حاجه كويسه جدا كهجوم، ولكن ان يخش فيك 8 تجوان في 3 مباريات فده يعني علامه استفهام. لازم الجهاز الفني باكمله يبصوا على النقطه دي. احنا داخلين مش على الدوري بس، احنا داخلين على بطوله قويه جدا كاس العالم للانديه، فاعتقد او لازم يكون في صفقه قويه جدا او على صفقتين كمان للدفاع. الحمد لله. أراك ضحكة.